حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة بقى طبعا عارفين مجنونة يا قوطة، القوطة رخصت جدا جدا جدا. نزلت النهاردة لقيت القوطة اللي انتوا شايفينها دي، بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا وبلدي بقى ومسكرة، تحفة. الكيلو ب5 جنيه. نزلت بقى كده جبت لي بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، زي ما انتوا شايفين كده، جبت 25 كيلو. هو قال لي القفص ب140 والكيلو ب5 جنيه. فانا بصراحة بعد ما خدت منه القفص قلت له لا، انا مش عايزة القفص، انا هاخد الكيلو ب5 جنيه. خدت كده ونقيت 25 كيلو، بسم الله ما شاء الله، نقيتها طبعا بالواحدة احسن من القفص ب1000 مرة. جبت ال25 كيلو ب125 جنيه، والقفص كان ب140 جنيه. بس طبعا انتوا عارفين ممكن يطلع بقى فيه قطة صفراء، قطة خضراء، قطة مفعصة. لا، الأحسن، ومكانش هيطلع 25 على فكرة، يعني هو كان ممكن يطلع 18 19 نقول 20 كيلو. فلا، كده أحسن بكتير جدا. خدت كده حلة الكسكسي بتاعتي، والنهاردة نفعتني بجد في الطماطم. حطيت كده في الحلة شفشق مية، وبعدين حطيت المصفى وحطيت القوطة عليها، بس لقيتها مش هتنفع كده، فروحت شايلة المصفى وحطيت الطماطم في الحلة، وقلت بقى أسبكها فيها. تمام تمام. تعالوا بقى، بحيث ان احنا هنسبك الطماطم، هنعمل بقى ايه. جبت برضو من عنده البصل ده الكيلو ب5 جنيه، جبت 6 كيلو ب30 جنيه. هقشرهم بقى كده، وقلت بقى أسبك بالمرة لعندي المحشي. ودوت جبته الكيلو ونص ب10 الكبير دوت. بسم الله ما شاء الله، ده من ده زي الفل. ادي القوطة بتاعتي اهيت اتسبكت، ونضفت البصل بتاعي، ومسكت الطماطم دي في المصفى، صفيتها وخليتها كده زي الفل. مسكت القوطة ضربتها في الخلاط، او هضربها معاكم دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده. حطيت ملي الازازة دي، ملي الكوباية دي زيت، وكمان هحط برضو من هنا بنفس الكوباية زيت. هنا بقى هنسبك للخضار، وهنا هنسبك للمحشي. نضفت البصل بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقول لكم هنعمل خلطة النهاردة للمحشي جبارة بالجزر. انا عملتها معاكم قبل كده وبجد فظيعة، وبتخلي المحشي البمبار طعمه خطير. انا معايا هنا بقى خدت كده ال6 كيلو بصل، بسم الله ما شاء الله. هضربهم في الكبة، وكمان هضرب فلفل احمر، وهضرب 2 كيلو جزر. مش كتير، لا مش كتير خالص. حطوا مثلا على 4 كيلو بصل، حطوا عليه 2 كيلو جزر، كيلو ونص جزر. مش هتندموا، هتبقى خلطة للمحشي بجد. مش هتعملوها غير بكده. المحشي على طول لازم تحطوا فيه جزر. الجزر خلى طعم المحشي خطير. احشوا بقى محشي، احشوا بمبار، طبعا المحشي بأنواعه، وبمبار بجد فظيع. ومعايا برضو فلفل حار احمر الرفيع دوت، كنت جايباه خليته للمحشي زي ما انتوا شايفين، رفيع اهو جميل. طبعا قرون الفلفل دي الشطة السوداني هتبقى جميلة، وهتخلي طعم المحشي بجد تحفة. ومش محشي بس، الحاجات كمان كتير. بصوا كمية الجزر كتيرة، مش حاطة كمية قليلة. ولو عايزين تحطوا كمية اكبر كمان حطوا، بجد بتخلي المحشي خطير. جربوها ان شاء الله، في حاجة بسيطة كده هتلاقوها خطيرة. ضربت كده الفلفل الاحمر، وباخد منه معلقتين 3 كده على الطماطم اللي انا هحطها على المحشي، واللي انا هحطها على الخضار. زي ما انتوا شايفين كده الحاجة دبلت معانا خالص. طبعا هي ولا تحمر ولا اي حاجة، هنقلب فيها كده لغاية يما تدبل خالص. بعد كده بقى نحط الطماطم اللي بالفلفل الاحمر بتاعنا عليها. عايزة اقول لكم كانت خطيرة. ادي بقى الطماطم بتاعتنا اتسبكت، بصوا الجمال، والسمك بتاعها تقيل وجميل جدا جدا.
خليتها كده بقى يما بردت. هعبي بس بتاعة الخضار كده الاول زي ما انتوا شايفين. بصوا الحمار بتاعها والجمال. عايزه اقول لكم كمان الفلفل الاحمر الالوان دوت حطوه مع الطماطم للمحشي لاي خضار للمكرونه، بيدي طعم ولون فظيع، احلى من البنجر بألف ألف ألف مره. البنجر انا بحس ان هو يعني بيبقى بيضيع طعم الخضار وطعم المحشي. انا كده عبيت الطماطم بتاعت الخضار، وحطيت كده بقى الحلة وحطيت الخضرة زي ما انتوا شايفين. طبعا الخضرة بتفضل خضرة لغاية اخر كيس بتستعمليه، ولا بتدبل ولا بتصفر ولا اي حاجة خالص، بالعكس حطوا كمية خضرة كتير جدا جدا زي ما انا حاطة كده. بس خدوا بالكم انا ما حطيتش توابل، ما حطيتش ملح، ما حطيتش اي حاجة. ليه؟ هتحطوا توابل هتضيع لكم طعم الطماطم. ولا ملح ولا توابل، وبالذات الملح عشان ما تسرد لكمش المية منها. لا، هنحط التوابل، هنحط الملح يما نيجي نعمل الخضار بتاعنا او نعمل المحشي بتاعنا. متفقين؟ يعني كده احنا عاملين خلطة المحشي من غير اي كمون، من غير اي فلفل اسمر، من غير ملح، من غير اي توابل. ادي بقى الكمية بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. الكمية طلعت كبيرة جدا جدا. هاتوا الطماطم دلوقتي حلوة جدا جدا جدا. بصوا الخضرة خضرة، وهتفضل كده خضرة لاخر كيس ان انتوا تسحبوه من التلاجة. وكمان بصوا الطماطم اهيت بتاعت الخضار حمرها جميل جدا جدا. طلعوا بسم الله ما شاء الله معايا 19 كيس خضار، وطلعوا 26 كيس للمحشي. هنعدهم برضو مع بعض معاكم كده وهتشوفوهم. بسم الله ما شاء الله الكمية طلعت كبيرة جدا معايا. بصوا الحمار بسم الله ما شاء الله. طبعا ده من الفلفل الألوان الأحمر، بلاش البنجر لأن البنجر بيضيع طعم الأكل. أنا جربت بالبنجر قبل كده بصراحة عيالي ما حبوهوش خالص، قالوا لي لا طعم الأكل متغير، حتى المحشي كان الطعم بتاعه متغير. لكن الفلفل الألوان بيخلي لك طعم الخضار مسكر جدا ياما بتطبخي بيه محشي او اي خضار، او كمان يا سيدي بقى في المكرونه المقوطه بيخلي المكرونه كده لونها محمر وفاتح كده وجميل. وديكوا شايفين الاكياس بسم الله ما شاء الله اللون بتاعها حلو جدا. وكمان المحشي خلطه المحشي مع لون الجزر مع لون الفلفل الالوان مدي لون فظيع. جربوا والله ما هتندموا، وهتدعوا لي جدا لما تحطوا الجزر. وحطوا كمية كبيرة مش كمية قليلة جدا، لا حطوا كمية كبيرة، هيدوكوا طعم خطير للمحشي وهيدوكوا طعم خطير للبمبار كمان. يعني جربوا بيه كده البمبار هيدوكوا طعم حلو. طبعا دي نعتبرها من توضيبات العيد الكبير، ان عشنا وكنا من اهل الدنيا. يعني كده كده احنا هنحتاج الخلطات ديت. لسه بقى هنعمل كمان خلطة المكرونة برضو يما اجيب فلفل الوان وهجيب طماطم تاني، وهنعمل الخلطات بتاعة المكرونة ام قوطة. اتمنى يكون الفيديو النهاردة بتاعي عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.